لو عايز تنجح فلازم تمشي على أساس المقولة دي، إنك ما تكونش تابع بل تكون تلميذ. بمعنى إن لازم يكون لك طريقك الخاص، تفكيرك الخاص. كل شيء بتقرره بيكون نتيجة تفكيرك أنت، مش نتيجة إن حد قال المفروض الحاجة دي تمشي كذا فتمشي وراها، أو إنك شفت في حاجة معينة ماشية كده فكده وهكذا. لازم تفكر. بمعنى كان في مثال بيقول إيه بقى، إن مثلا لو الكتاب ده بيقول لك لو أنت قرأت الكتاب ده وطبقت طريقة فيه هتعيش للأبد، والكتاب ده مثلا بيقول لك لو أنت طبقت اللي في الكتاب ده هتموت. تمشي ورا أي واحدة فيهم، ولا ده ولا ده. بكل بساطة تفكر بدماغك، تشوف ده وتشوف ده وتقرر أنت هتعمل إيه. يعني لو انت مش مجبر انك تمشي ورا اي حد، وفي نفس الوقت انت فيك عقل عشان تفكر عشان تقرر. وفي نفس الوقت برضو انا ربطت النجاح بطريقة التفكير علشان بجد كل واحد، انا ده من رأيي وده اللي شفته، كل واحد ليه طريق نجاح مختلف تماما تماما. وانا بتكلم على النجاح العادي اللي هو انك تنجح في الدراسة، لما بتكلم عن النجاح الشخصي اللي هو النجاح انك فعلا تعمل تغيير، النجاح انك تكون راضي عن نفسك، النجاح انك تأثر على حياة الناس من حوالينك نتيجة نجاحك. ده بيكون حرفيا لازم طريق انت بتختاره. اه انا بقرأ الكتب دي، انا بسمع اللي ده، انا باخد الكورس ده، ولكن في الاول والاخر انا اللي بقرر انا هعمل ايه. وفي نفس الوقت حتى وقت ما حد بيديك النصيحة، مفيش مشكلة ان حد يديك نصيحة، بس في نفس الوقت بتاخد النصيحة وتقيسها على نفسك. بمعنى ان انا وقت لو عطيتك نصيحة بيكون من المعلومات اللي عندي ومن التجارب الخاصة بتاعتي وهكذا. ولكن في جزء ممكن يكون عندك مش عندي، ولو انت طبقت نصيحتي دي هتجيلك بالضرر والعكس. تمام. انا بالنسبة ليا وقت ما حد بينصحني في حاجة باخد الموضوع بنظرة شاملة، وبفكر سواء بفكر في دلوقتي او بفكر في بعدين، وبشوف هل ده مناسب معايا ولا لا. تمام. وفي نفس الوقت وقت ما باخد قرار حتى لو كان غلط انا مش بتضايق، انا بشوف اصلا كان غلط ليه. مش بقول بقى انا يا ريتني كنت سمعت كلام حد او يا ريتني كنت كذا، لا انا بشوف ايه اللي حصل، يعني إيه اللي حصل اللي كان فيها غلط، انا غلطت إيه؟ وبتبدأ تتعلم، بتبدأ تكون احسن وهكذا. ولكن لو انت فضلت محتمل انك انت تمشي ورا الناس، تسمع كلام الناس، تسمع معرفش حتى لو كان إيلون ماسك ذات نفسه بيقول ان الحاجة دي صح، مش لازم تكون صح. اه هنا بنيجي لحاجة اسمها تأثير نفس اسمه الهالة، ان كل ما الشخص بيكون ناجح جدا وحاجة والكلام ده بنفكر انه كلامه صح. من ممكن نقول لو احنا بنتكلم عن ايلون ماسك، لو حد عارف تويوتا، العربيات بتاعت تويوتا كان عاملين عربيات اسمها هايبر، نصها بنزين نصها كهرباء. ايلون ماسك قال الحاجات دي بتاعتكم هتفشل، ونجحوا وعادوا نجاحات ضخمة جدا. فاهمين؟ كل واحد يعني كل واحد بيقول من واقع نظرته هو، يعني هو ممكن من نظرته كان صح، بس طبعا دول عكسوا اللي هو لا احنا مش هنسمع كلامك وهنعمل اللي في دماغنا. وشافوا ان هم عشان من منظورهم هم من تفكيرهم هم ونجحوا بالمثل. مهما كان الشخص اللي انت بتحترمه وبتعزه شايفه قدوة ليك الاخ، كل الكلام ده كله بيقول حاجة انت من جواك شايف ان ممكن تعملها بشكل تاني، اعملها بشكل تاني، اعملها بشكل تاني. وحتى لو غلطت فشلت كل الكلام ده هيكون أفضل، لأن الفشل نتيجة قرار شخصي بيكون أفضل مليون مرة من الفشل نتيجة إنك مشيت ورا حد. يعني بمعنى في فرق بين إنك أنت يعني لو أنت قلت يا ريتني كنت سمعت كلام حد، يا ريتني كنت سمعت كلام الشخص ده، بتكون أخف من يا ريتني كنت سمعت كلام نفسي. يعني يا ريتني لو جات لك فكرة معينة وما رضيتش تطبقها وسمعت كلام حد وطلع كلامه غلط، بتندم ندم أكبر من إنك أنت تعمل حاجة وتبوظ وما سمعتش كلام حد. لأن في الأول والآخر أنت اللي جربت، أنت اللي قررت بنفسك، وأنت اللي اخترت إنك تمشي في الطريق، وأنا أتحمل مسؤولية قراري. لكن عكس ما أنت بتمشي ورا حد معين،
وتنفذ اللي هو بيقترحه عليك كده بدون اي تفكير وبدون ما انت تفكر وتشوف الموضوع على اساسك، على اساس خبرتك، على اساس الحاجه اللي انت بتعملها، على اساس شغلك. وبعدين في الاخر تندم انك انت ممشيتش ورا نفسك او انك وقفت وفكرت بشكل شخصي. وبجد انا بالنسبه ليا حياتي اتحسنت نتيجه ان انا اتبنيت المبدأ ده، ان هو انا بدأت بكل بساطة أنا بقرأ كتب من أنواع كتيرة، من أشخاص كتير، أشخاص ناجحين جدا، بسمع بودكاست لأشخاص ناجحين، بص كله. بس أنا بحاول أفهم طريقة تفكيرهم، بحاول أفهم آرائهم، وباخد القرار الأخير من نظرتي على حسب الوضع، على حسب كذا. وفي نفس الوقت في قرارات كتير خدتها غلط، ولكن بكل بساطة بتعلم منها وعادي، فاهم اللي هو. بس ما عنديش بس انا ده عندي افضل مليون مره من ان انا ما اخدش قرار انا كنت حابب ان انا اخده نتيجه ان حد اثر عليا بشكل خارجي والموضوع ما مشيش معايا. فانت هتقدر تنجح، بس خليك واثق في نفسك حتى لو في البدايه الموضوع ما كانش احسن حاجه. وفي نفس الوقت اعرف ان طريق النجاح اللي هو انت عايزه، اللي هو يكون مريح بالنسبه ليك، اللي هو يوصلك للجزء اللي هو هتكون واو، مختلف عن أي حد. فدور عليه بشكل مختلف عن الطريقة العادية. بس سلام.